من صغري عندي فضول افهم هو الشخص ده مات غرقان ولا هو اتقتل بره ورموه جوه الميه. ازاي الطب الشرعي بيعرف الحاجات دي؟ تعال نشوفها خطوه بخطوه. يعني ايه شخص يموت غرقان اصلا؟ الغرق بالمعنى الحرفي هي عمليه فسيولوجيه كامله بتحصل لما الميه تدخل الرئه مكان الهواء. طبيعي انك تكتم نفسك، بس هتيجي عند لحظه هتلاقي نفسك بتفتح بقك وبتحاول تسحب شويه هواء، بس في الواقع انت تحت الميه، فبتشرب ميه، فالميه تخش الرئه فتملي الرئه، فالرئه دلوقتي امتلأت بالسوائل او بالميه بدل الهواء، فكده ما عادش فيه اكسجين بيخش جسم الانسان، فالمريض بيخش في حاله من الهيبوكسيا والمخ يبدا يتوقف لان مفيش اكسجين والمخ شغال عليه، فالشخص بيموت. فهمنا الحته دي؟ اوكي. ايه بقى العلامات اللي تقول ان الشخص ده غرق وشرب ميه مش اتقتل واترمى؟ اهم علامه وعلامه مميزه جدا وجود رغاوي حوالين فتحه الفم او الانف لونها ابيض او وردي، انك انت مهما تمسح الرغاوي دي بترجع تاني، مسحها ترجع تاني، وده دلاله قويه جدا ان حصل تنفس حي تحت الميه. طبعا لما بياخدوه يشرحوه هناك ويفتحوا صدره بيلاقوا الرئه مليانه كده بسم الله ما شاء الله كده، ووزنها تقيل وحاجه كده تشرف، وده بسبب ان الرئه مليانه ميه بدل الهواء. الكلام اللي احنا قلناه ده كله كلام جميل، بس فيه اهم وادق اختبار معملي لازم يتعمل لاي جثه جايه من غرق، هو اختبار بيسموه كده الطحالب المجهريه. ياخدوا عينه من النخاع العظمي او الكبد او الكلى ويدوروا على حاجه اسمها الدايتومز، هي نوع من الطحالب اللي بتعيش في الميه بتتكسر بالحراره او اي تفاعل كيميائي. طيب ليه ده مهم؟ لان لو الميه دخلت الرئه والشخص كان حي، الطحالب اللي في الميه تدخل للدم وتوصل عن طريق الدم لاعضاء بعيده جدا، لكن لو الشخص كان ميت قبلها مفيش دوره دمويه شغاله، الطحالب دي اصلا مش توصل في حته، هي ممكن ما تدخلش اصلا. كان معاكم دكتور ابراهيم عادل وربنا يحميكم ويحفظكم. ده احنا بقى نقول ان هو مات بره بعد كده اترمى في البحر عشان نتغفل من العصابه، نفتكر ان هو انتحر مثلا. اول حاجه ان مفيش رغاوي حوالين الفم، وانا شرحتها لك ايه سببها، يبقى شكلها عامل ازاي. دي اول علامه اصلا بتشكك الطبيب الشرعي ان لا ده مستحيل يا جماعه يكون غرق، وطبعا هنعمل التحاليل بتاعتنا الباقيه، بس مبدئيا الراجل ده مش غرقان. ولو فتحوا الرئه وما لقوش فيه ميه او لقوا ميه بنسبه بسيطه جدا، فمن المؤكد ان ما حصلش اللي عارف انت اللي هو تيجي تسحب فتسحب النفس ده، لا هي بقى في تحت الميه تسحب ميه، دي ما حصلتش معاه، فعشان كده الرئه فاضيه وفيها شويه ميه كده اتسرسبوا بعد ما نزل. العلامه الاهم بقى ان هو اصلا مفيش طحالب في جسمه، بالاضافه ان مفيش شويه بس علامات عنف كده، وراسه مفتوحه من ورا وكدمه هنا وبتاع هنا وعند رقبته بتاع، الحاجات دي بقى بتفهمك ان هو اتضرب بره واتعور بره. فانت يا ست الكل لو شفت جثه في النيل بلاش تقعدي في اول الشارع وتقولي ده في حد قتله وراحوا رموه في النيل علشان بتاع والطب الشرعي مش بيفهموا حاجه ومحدش هيعرف حاجه. لا، هو الطبيب الشرعي هو الشخص الوحيد اللي بيقدر يمسك الحاله ويفصفصها. عايز اقول لك ان الجثث اقسم بالله بتتكلم بنفسها وبتقول لك يا باشا انا حصل لي كذا وكذا 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 وفي الحته الفلانيه. انت انسى همومك واطمن للطب الشرعي.